ازيكم عاملين ايه؟ معاكم ايه سيد. طبعا انا بقالي كتير قوي ما بتكلمش عن الزمالك وما بطلعش اتكلم عن ماتشات الزمالك، بس عايزه اوريكم حاجه بس كده ايه بسيطه. ده ماتش الزمالك واسوان، تمام؟ المفروض يعني انا كنت اعمل فيديوهات وكده واطلع والكلام ده كله، بس طبعا عارفين بعد النتائج ما بتخلص الواحد بيبقى نفسه مقفوله. الزمالك والاتحاد، واخر حاجه دلوقتي الزمالك وبيراميدز نص نهائي كاس مصر. لو انا جيت قريت الكلام كده على السريع لقيت ان نفس الكلام بيتكرر تقريبا كل ماتش، نفس الاخطاء، نفس اللعيبه، نفس المشاكل، نفس كل حاجه بتتكرر ومفيش اي جديد بيحصل. نزلنا الشوط الاولاني احنا استغربنا الزمالك، وشوط عكس المتوقع تماما. الزمالك كسبان 1-0 وواقف على رجليه والدنيا تمام ومفيش مشكله. المشكله ظهرت في نص الشوط الاولاني بالظبط، لما فيريرا قرر يجيب زيزو الناحيه الشمال. معرفش ليه الحركه دي، مع ان زيزو ناحيه اليمين كويس. المفروض ان احنا كنا نلعب اكتر من كده ونضغط على نفسنا اكتر من كده عشان نسجل الهدف التاني ونقتل الماتش. يعني انت دلوقتي فريق زي بيراميدز بالسكواد اللي معاه، بعد 5 دقايق جبت هدف وتقدمت 1-0. بعد الهدف ب5 دقايق طرد لعلي جبر اللي هو المدافع الاساسي بتاع الفريق، ويقوم المدرب اللي هو باتشيكو يشيل عبد الله السعيد اهم لاعب عنده عشان يعرف يسد الثغره الدفاعيه دي. فبيقول لك خد الماتش، اصلا باللي هو بيعمله ده يقول لك خد الماتش وخلاص، هو الماتش كده ايه فلت ومش عارفين نعمل ايه. تقوم انت بقى تسيب له الكوره وتسيبه يضغطك ولا كانه اصلا مطرود من عنده لاعب، ولا فارق معاك اي حاجه في اي حاجه. وكان بيراميدز ده انا لسه جايه اهو، لسه جاي الملعب وبلعب ب 11 لاعب ما بلعبش ب 10، لا، وبضغطك وعايز اكسب وانت واقف تتفرج. الجمهور اللي قاعد في الملعب ده ملوش اي 30 لازمه بالنسبه لك. الناس المحروق دمها بقالهم كذا ماتش مالهمش اي 30 لازمه من اول الموسم، وانت عندك مشاكل اداريه وعندك مشاكل فنيه وعندك مشاكل في اللعيبه وعندك مشاكل في كل حته، مفيش اي حاجه بتتحل. ما حدش يقول لي دلوقتي عيب مدرب وعيب لعيبه وعيب اداره وعيب مش عارف ايه، هو عيب من الكل مش من حد معين. المهم ان احنا بدل ما نضغط عليهم ونسجل هدف تاني ونقتل الماتش ده ماتش كاس، فانت ايه، انت الدنيا مش هتسعفك قوي. اللي هو يعني ايه الماتشات دي بالذات بتبقى مش محتاجه اداء اكتر ما انت محتاج تخلص من نص فرصه، وانت جالك اكتر من فرصه ما استغلتهاش. فكان طبيعي جدا ان بيراميدز تنزل الشوط الثاني احسن منك وافضل منك، لان شايفه ان انت الشوط الاولاني سايبها تلعب براحتها وهم يعني ناقصين لاعب. المفروض يعني الواضح ان مش هم اللي ناقصين لاعب، احنا اللي كنا ناقصين اللاعب ده. كنا ناقصين لاعبين مش لاعب واحد، عبد الغني والسيسي وكل اللعيبه ما شاء الله زي الزفت، يعني هم كلهم اصلا وحشين، بس انا بتكلم على اوحش الوحشين، عبد الغني والسيسي. الشوط الثاني يطلع لنا السيسي ويطلع لنا كذا لاعب وينزل لنا مصطفى بيه شلبي وينزل لنا مش عارفه مين، شويه لعيبه دي اصلا الواحد قاعد يا ربي طب احنا هنعمل ايه؟ يعني اللعبه دي احنا هنعمل فيها ايه؟ يعني هي اصلا لا بيلعبوا ولا عندهم رجوله ولا عندهم دم ولا عندهم اي احساس باي حاجه. وكمان الكوره دي جايه معاهم حظ كده، يعني انت حظك ان انت تلعب كوره فتيجي في نادي الزمالك فتقرف احنا، يعني تقرفنا احنا كجمهور الزمالك. مالكش في الكوره يا عم ما تلعبش، والله ما مطلوب منكم تلعبوا كوره، سيبوهم يمشوا. يعني احنا اتكلمنا في المواضيع دي بما فيه الكفايه، وكل مره بنطلع نقول اللعيبه اللي مش قد التيشيرت ما تلعبش، اللعيبه اللي مش قد التيشيرت ما تلعبش، بسيطه، مش عايزين منكم اكتر من كده. ما تلعبوش يا جماعه، ما تحرقوش في دمنا احنا. يعني انتوا لا بيتحرق دمكم لا في خساره ولا في مكسب ولا في اي حاجه ولا فارق معاكم، تمام. انما احنا اللي بنشيل الطين وبنشيل القرف كله على دماغنا احنا بس. الهدف بتاع لاكاي الشوط الثاني يعني ده كان ملخص حال الزمالك اصلا طول الموسم. شفتوا الوقفه بتاعه الدفاع بتاعه الزمالك، هو ده حالنا طول الموسم، احنا واقفين ما بنعملش حاجه. والله لو جبنا جول ماشي، ما جبناش خلاص لا كل فن ونفسا الا وسعها، ده اخرنا، ما بنعملش اي حاجه ثانيه. والماتش الجاي قدام الاهلي ربنا يستر، ربنا يستر. ليه؟ لان الاهلي فنيا احسن مننا، يعني هو الاهلي مش في احسن حالاته بس هو فنيا احسن منك. لو لعب عليك جيم كوره عاديه اللي هي الف بي كوره، انه بيستلم ويباصي وبيتحرك في مساحه وبيشوط وبيعمل عرضيات الكوره العاديه اللي هي الالف بي كوره، هيعمل عليك جيم محترم وهيشيلك سكور. انما احنا عندنا شويه لعيبه، واحد بيتدلع قبل الماتش بيومين والتاني بيتدلع معاه، وكل واحد مش فايق لنفسه ومنزل صور على الانستجرام اصلا تعر وما اعرفش، يعني هو مش مكسوف من نفسه هو بيعمل كده اصلا، بس ما علينا. طب خلي عندك دم ان في جمهور طالع روحه اصلا الفتره الاخيره ومستني منكم حاجه، مستني منكم اي حاجه تعملوها. انما القرف اللي احنا بنشوفه وكميه العك اللي في الملعب، ايه ده يا حبيبي؟ انت اهو مش عايز تلعب يا بابا ما تلعبش. والله العظيم غيركم بيتمنى نص الفرصه دي بس. وفعلا دلوقتي لما بنيجي نقول حاجه زي دي بتبقى مشكله في الاداره، لما بيكون شايف ان لاعب زي ده مش راجل في الملعب وسايبه في النادي لحد دلوقتي. احنا مش عايزين اللعيبه دي، هات لي يا عم لعيبه الشباب العب بيهم، العب بلعيبه الشباب دي واحنا راضيين حتى لو خسروا. بس احنا عارفين عيال صغيره اهي بتلعب، عارفين ان هم عيال صغيره مفيش مشكله. انما شويه هقول ايه، انا يعني مش عارفه، يعني هم شويه ايه، شويه عيال. لو دول شويه عيال بقى ما فيش واحد فيهم عارف قيمه تيشيرت الزمالك، مش ده المستوى اللي كانوا قدموه الموسمين اللي فاتوا، مش ده المستوى اللي خدوا بيه الدوري. الموضوع بقى مقرف لأبعد الحدود، مش عارفين نلاقي المشكله فين. مشكله في مدير فني، مشكله في لعيبه، مشكله في اداره، مشكله في جمهور. لا الجمهور ده يعني اخر حاجه نتكلم فيها. الجمهور يعمل اللي هو عايزه، الجمهور محدش يقول له انت بتعمل ايه.
يدلع لاعب ما يدلعش لاعب، كل واحد رايه مفيش مشكله. الجمهور يعني انا هعمل يعني انا واحده من الناس شايفه انا ما ينفعش ان انا اشيل مثلا واحد زي زيزو او امام عاشور الليله بسبب انه ضيع ضربه جزاء او شيكابالا ضيع ضربه جزاء. انا مش هشيله الليله عشان ضيع ضربه جزاء، هو اصلا في المجمل احنا ما نستحقش المكسب يعني، ده بغض النظر عن اي حاجه. لكن هي الفكره في ايه؟ انا رايي كده، رايي الشخصي كده، في ناس تانية رايها لا لازم هم كمان يشيلوا، هم بيدلعوا وما ينفعش هم بيعملوه الكلام ده كله، وانا معاهم. بس احنا كجمهور انت مالكش دعوه بينا، انت اعمل اللي عليك، ولما تلاقي بقى الجمهور بيهاجمك ساعتها بتكلم. انما مفيش حد فيكم بيعمل اللي عليه، لا اداره ولا مدير فني ولا لعيبه، وبعد كده يقول لك اصل الجمهور، اصل الجمهور مش عارف ايه. الجمهور ايه يا ابو جمهور؟ الجمهور انت عايز من الجمهور اصلا؟ ما الجمهور يعمل اللي هو عايزه. انت مطلوب منك كاداره تجيب لنا لعيبه محترمه عارفه قيمه تيشيرت نادي الزمالك، مش لعيبه مجهوله المصدر مش عارفين جايبينها منين. واحد زي سامسون ده ما اعرفش جايبه من انهي داهيه، بيتلعبوا عندنا في الزمالك على انه مهاجم، وهو بالنسبه لنا اصلا يعني ما ينفعش يكون لعيبه كره قدم. لا عمر جابر كان ينفع يرجع، ولا السيسي ينفع يتجاب، ولا مصطفى شلبي، ولا سامسون، ولا اي حد من اللعيبه الموجوده دلوقتي دي ما ينفعش تلعب في نادي الزمالك. انك ما تعملش صفقات دي مشكلتك مش مشكلتنا. دلوقتي المشكله لا في مدرب لوحده، يعني مش في مدرب لوحده ولا في لعيبه لوحدها، المشكله عندك انت كمان كاداره. يعني انت مطلوب منك حاجه معينه ما بتعملهاش، والكلام ده مش في الكوره، الكلام ده في كره القدم، كره الطايره، كره اليد والسله، كل العاب الصالات اتدمرت ومفيش ولا صفقه اتعملت لحد دلوقتي. انتوا وجودكم زي عدمه، يا تكملوا وتعملوا اللي الجمهور بقى عايزه طالما انت بتتكلم على الجمهور، يا اما تسيبوها. ما كده كده كانت ماشيه بلجان، مش هتفرق. مش عايزين يا عم يعني مش عايزين البطوله، مش عايزين البطوله اللي هتيجي معاك. يعني لو بطوله هتيجي بالقرف ده مش عايزينها. انما كل العك ده عشان ايه؟ عشان شويه سمسره من شويه لعيبه ما لهمش اي 30 لازمه، وكله على دماغنا احنا. يعني هو ما حدش بيتحرق دمه في المنظومه دي كلها غير جماهير الزمالك. لا لاعب بيفرق معاه في المكسب في الخساره، كده كده واخد فلوس مش فارقه، هتخصم لي منه مش عارفه كام وترجع تديها له تاني مكسب لما يكسب ماتش تاني، مش هتفرق عادي، هتتعوض في حاجه تانية. انما احنا كجمهور لا، الجمهور يبقى طالع روحه وجاي من اخر الدنيا عشان يحضر لك ماتش ويشجعك طول 90 دقيقه وانت تظهر بالمستوى ده، يبقى دي مشكلتنا كجمهور. مشكلتنا جمهورك ان انا بدعمك؟ لا، انا كجمهور عملت اللي عليا، انا كجمهور يعني خلاص جبنا اخرنا. مفيش حد بيعمل كده، مفيش حد، يعني مفيش جمهور في الدنيا اصلا بيستحمل اللي احنا بنستحمله ده. يعني كل الناس وكل الجماهير اللي بتبقى واقفه ورا فريقها عارفه ان يعني ممكن يبقى في تغيير جاي، انما اللي بيحصل ده لا في تغيير ولا في اي حاجه، وكله عايش في ميه البطيخ. اللعيبه بتلعب النهارده المدرب لو قال لهم يمين بيلعبوا شمال عادي. زيزو داخل يشوط ضربه جزاء بيشوطها بكل استهتار مفيش مشكله. امام عاشور بيتدلع مش مهم. شيكابالا اللي ملوش في ضربات الجزاء اصلا بيشوط ضربات جزاء. مش هتكلم حتى فنيا، لان فنيا عايز تمشي فريرة ومشيه، بس الفريق ده باللعيبه دي مش هتنفع مع اي مدير فني هتجيبه مهما كان اسمه وقيمته في الساحه الكرويه. هقول ايه؟ هطلع اتكلم اقول نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام، وكل كلام بيتعاد ومفيش جديد ومفيش اي حاجه بتحصل. واللي ممكن نسمعه اليومين الجايين يقول لك ان فريرة خلاص تمت اقالته وان فريرة هيمشي. ده الحل الاولاني، وبعد كده نشوف موضوع اللعيبه ده هنعمل فيه ايه. يطلعهم اعراض بقى ولا يبيعهم ولا هيعمل فيهم الله اعلم. بس الكلام ده كله ان شاء الله هيحصل بعد ايه بقى؟ بعد ما اكون خسرت بطوله الكاس بتاعت السنه اللي فاتت، بطوله الكاس بتاعت السنه دي، بطوله افريقيا والدوري اللي انت اصلا عمال بتترنح فيه، زائد بقى افريقيا اللي انت داخلها دلوقتي دي، وخلاص يعني ما قدامكش اي حل تاني اصلا. لكم في عون جماهير الزمالك، الموضوع بقى صعب ولا يطاق، مش عارفه ايه اللي ممكن يعني نعمله تاني ونقدمه تاني لنادي الزمالك. مش عارفه ايه اللي ممكن نعمله تاني وايه اللي ممكن نتكلم فيه تاني. الوضع خلاص بقى مش واضح للكل، الناس مش فاهمه ايه اللي هيحصل، الناس مش فاهمه انت هتعمل ايه كاداره اصلا في مشكله زي دي واضحه لكل الناس، مشكله واضحه لكل الناس، سواء عند مدير فني في بعض الحاجات او اللعيبه اللي بتنزل الملعب ما بتلعبش كوره. تنزل ملعب تحسس على الكوره، ما بيلعبوش كوره، دول ما لهمش علاقه بالكوره نهائي. انا كل ما بشوف لعيبه زي دي بتلعب في نادي الزمالك اقسم بالله يعني اللهم لا اعتراض، والله اقسم بالله دي ارزاق، والله ارزاق فعلا. انا بس في لعيبه في الزمالك والله ما ليها كوره اصلا، ما تلعبش كوره ولا تتفرج على كوره تاني. عموما ده كل الكلام اللي عندي، ويمكن عندي كتير، بس الواحد مش عارف يعني يعبر عن اللي جواه من كتر ما الواحد خلاص مش قادر يستحمل اكتر من كده. ربنا يعدي على خير ونشوف اي جديد الفتره الجايه، لان الوضع بقى صعب قوي والجمهور مش هيستحمل اكتر من كده. شكرا لكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، سلام.